عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده موعدنا مع المحاضره الرابعه لماده الاوتوماتا. نبدا على بركه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا، يا رب بارك لنا في وقتنا. دي الاجنده بتاع المحاضره اللي هو يعني اللي هيتشرح في المحاضره ده، ريفيجن على الدي اف اي والان اف اي والترانسفيرنج من ان اف اي للدي اف اي والابسلون نون ديترمينستيك فاينايت اوتوماتون او ابسلون ان اف اي واللانجوج اوف ان ابسلون ان اف اي والترانسفورمينج من ابسلون ان اف اي للدي اف اي. تمام. نبدا على بركه الله. اول حاجه احنا عرفنا قبل كده ان ديترمينستيك فاينايت اوتوماتون اللي هو الدي اف اي بيتكون من 5 تابلز اللي هي الكيو والسيجما والالفا او الكيو نود والاف. كيو قلنا فاينايت سيت اوف ستيتس، السيجما انبوت الفابت، زي مثلا لو عندي مثلا 0 1 مثلا. حلو. الكيو نود كيو از انيشال ستيت. الاف تنتمي للكيو برضه او سبست من الكيو عشان تبقى سيت اوف فاينل ستيتس. الالفا عندي كيو في سيجما تؤدي لكيو دي ترانزيشن فانكشن. زي عندي هنا الالفا ممكن تكون كيو اي، كيو اي ستيت، والاي اي انبوت سيمبل. تمام. ناخد مثال هنا على الدي اف اي بتاعنا. لو قال لك الماشين بتاعتي كون من كيوهات دي اللي هي كيو 0 كيو 3، والسيجما بتاعتي او بي، والالفا والكيو 0 كيو 0، والفاينل ستيت اللي هي الكيو 2. هنا عندي الفاينل ستيت اهي، الكيو 0 البدايه، وده عندي الاوتوماتون بتاعي. ممكن اعمل له ترانزيشن تيبل اللي هو زي ده كده. اقول الالفا لما تاثر على كيو 0 بالاي راحت لكيو 1. طب لما تأثر عليها بالبي راحت لكيو 3. طب لما كيو 1 تأثر عليها بالاي راح لكيو 3. طب لما كيو 1 تأثر عليها بالبي راح لكيو 2. طب لما كيو 2 تأثر عليها بالاي والبي هتروح لنفسها. كيو 3 متأثر عليها بالاي والبي هتروح برضو ايه لنفسها. فدي ممكن نعمل مثلا. طب نعمل اللانجوج ازاي؟ تعال نقول مثلا اقل حاجة ممكن نعملها اللي هي كده A و B، صح؟ ادي A ودي B، صح. طيب ABA مثلا، ماشي. طب لو بدأنا بي مش هينفع. ليه بقى مش هينفع نبدأ بي؟ هنروح لحتة تانية اصلا، والست دي ما بتروحش الفاين ولا هي فاين، فمش هينفع نبدأ بحاجة غير A B. دي اقل حاجة. فانا عندي اللانجوج انت بتاعتي A و B و W، بحيث ان ال W دي تنتمي ل A و B ايه ستار. دي اللانجوج بتاعتي بتاعت الماشين اللي احنا لسه ايه شارحينها دلوقتي. طيب ال NFA او ال Non Deterministic Finite Automaton قلنا برضو زي ال DFA، وليه 5 حاجات برضو او 5 تابلز: Finite Set of States، Finite Set of Input Symbol، One Start State and Set of Accept States للفاينل يعني Transition Function which we shall commonly call Alpha، بنسميها Alpha. بس في اختلاف ما بين هنا السيجما هنا او الالفا هنا. الالفا هنا ال DFA عن ال NFA، صح؟ في الطابل بتاع الالفا. طيب تعال نشوف ايه الفرق. ال NFA هنا برضو كيو سيجما والفا وكيو نود واف. كيو قلنا فاينات set of states، سيجما انبوت الفا بت. الكيو نود كيو is initial state. الاف كيو is state of final state. وهنا دي الالفا اللي عندنا اللي هي الكيو في السيجما تدينا بقى ايه السكوير الباور سيت اوف كيو. حلو جدا. يلا بينا ناخد مثال كده عشان ايه نعمل ريفريش باللي احنا خدناه قبل كده. يلا بينا. بقول لك finite NFA that defines the language of all strings ending with string PA. حلو. يعني هنا هقول لك ايه، الماشين اللي عندي دي هي اللغة بتوصفها او بتأكسبت كل اللانجوج اللي بتنتهي بالاي بي. طيب اي بي ده اقل حاجه اللي بتنتهي بيها، ده اقل حاجه عندي اهو. ممكن يجيب ليها ايه ايه طب ايه بي ايه هنا اي كان اللوب اللي انا همشيها او عدد الايز او البيز. طب ده برضو الترانزيشن تيبل اللي عندي. لما الكيو 0 لو اثرنا عليها بكيو 1 راحت لكيو 0 او الكيو، ولما اثرنا عليها بي راحت للكيو 0 وكيو 1. كيو 1 لما اثرنا عليها ب A راحت لكيو 2، ولما اثرنا عليها ب فاي عشان مفيش بي اصلا. كيو 2 لما اثرنا عليها ب A و B فاي عشان مفيش حاجه، مفيش ستيت خالص، ما نحطش حاجه.
المقارنه ما بين الدي اف اي والان اف اي، قال لك كل دي اف اي از ان اف اي. حلو 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 كده تمام. كل دي اف اي هو ان اف اي. ليه؟ عشان الان اف اي ممكن اطلع من الحاجه واحده او من الستيت الواحده اكتر من اوبشن. يعني مثلا الزيرو في الدي اف اي بطلع مثلا، وانا عندي السيجما 0 1 بطلع 0 1 بس من كل ستيت. اما في الان اف اي ممكن ما اطلعش اصلا من السيجما من الستيت بتاعتي ولا حاجه من السيجما، او اطلع اكتر من حاجه. يعني مثلا لو انا عندي A و B ممكن اطلع A و B، A و B B. ده بالنسبه لان اف اي. اما الدي اف اي بيلتزم يبقى ديترمينستك شويه، محدد على اساس السيجما اللي عندي. الدي اف اي والان اف اي accepted the class of regular languages. they accepted the same language. يعني ايه؟ الدي اف اي والان اف اي بيأكسبتوا حاجه اسمها regular language. الريجولار language هي اللانجوج اللي بتبقى accepted بواسطه ماشين معينه، اذا كانت دي اف اي او ان اف اي. وطبعا طالما الدي اف اي قبل اللانجوج دي، يبقى الان اف اي برضه هيقبلها او هيقبل نفس الايه اللانجوج. one regular language دي اف اي and ان اف اي can be constructed so both accept that language. بيقول لك هنا لللانجوج الريجولار الواحده الدي اف اي والان اف اي ممكن يتطبق عليها، لذلك الاثنين بيأكسبتوا نفس اللغه او اللغه دي. تمام تمام. هنا ده جاوبنا على سؤال لا كونفرتد، ده صح ولا لا ان الاثنين او ان كل دي اف اي هو ان اف اي. ليه استخدمنا ال NFA؟ قال لك انه سهل to construct an NFA for given language regular language than construct DFA. يقول لك ال NFA سهل ان انا ابنيه او اعمله اسهل من ال DFA. تمام تمام. لاي لغه انا مديها لي في السؤال regular language. تمام. there is an algorithm to transfer from NFA to DFA. NFA is needed as intermediate step to a DFA. في الجوريزم يقول لك نحول من ال NFA لل DFA، واحنا بنحتاج ال NFA الاول كخطوه ان انا احول لل DFA. الايكوفالنس التساوي ما بينهم يقول لك every language can be described by some NFA can also be described by some DFA. يقول لك كل كل اللغات اللي عندي اللي اقدر اوصفها ببعض ال NFA موديلز اقدر برضه اوصفها ببعض DFA. يعني هنا متساويين. يعني عندي لغه مثلا هعرف اعملها بال NFA برضه هعرف اعملها بال DFA. تمام. عشان دي اسهل من دي اصلا. او لو لغه عملتها بال DFA فانا هعرف اعملها بال NFA عشان NFA اسهل. Moreover, the DFA in practice has about as many states as the NFA, although it often has more transitions. يقول لك بالرغم من DFA في الأمثلة بتاعتنا ليه أكتر من states أو من الانتقالات من DFA، بس هو عنده أكتر من انتقال. يعني إيه؟ معناها ان الدي اف اي ساعات بيبقى عنده ستيتس اكتر من ان اف اي، بس ال ان اف اي بقى منتقل اكتر من الدي اف اي. ليه؟ عشان ان اف اي قلنا ممكن يطلع 0 0 لاتجاهين مختلفين او من 2 ستيتس، لكن الدي اف اي هو 0 1 اللي هيخرج من الستيتس بتاعته. في الورست كيس السمولست دي اف اي كان هاف ان 2 باور ان ستيت while smallest NFA for the small language only in state. يعني ايه؟ يقول لك في الحالات السيئة لو انا عندي مثلا language ليها الستيت n حلو، فاقل دي اف اي عندي هيكون ايه؟ الستيتس اللي فيه 2 باور n. عندما يكون ال NFA برضو ليه n state. يعني لو عندي NFA للحالات n الدي اف اي بتاعي اقل دي اف اي ممكن اكونه هيبقى 2 باور n. ازاي احول بقى من ان اف اي لدي اف اي؟ حلو حلو جدا. ايه الحلو؟ لسه ما قلناش حاجه. الان اف اي ان اف اي للدي اف اي الجوريزم سبسيت كونستراكشن. الانبوت بتاعنا هيبقى الان اف اي اللي هو الان اللي عندها 5 تابلز زي ما احنا عارفين. الاوت بتاعي هيبقى دي اف اي اللي هو 5 تابلز برضو اللي احنا هنبقى عارفينه. والدي اف اي هنا هيبقى ايه؟
الكيو 0 بتاعها تبقى set of initial state. يقول لك accept the same language as NFA. يبقى DFA بيساوي NFA عشان هما الاتنين بيأكسبتوا نفس اللانجوج زي NFA. هو بيقول لك الاوتبوت DFA بيأكسبت بعض اللغات زي NFA، يبقى الاتنين بيساووا بعض. الكيو دي is set of subset of NQN. يعني ايه؟ الكيو اللي هنا دي هي subset من دي، حلو، بحيث ان الكيو دي اقل من ان تساوي باور set of كيو ايه ان اللي هي بتاع NFA يعني. والاف دي اللي هي الدي اف اي states is a final if one of its elements is an NFA final. يعني الاف دي بتاع الدي اف اي states، حلو، بتكون فاينل لو واحدة من الاليمنتس بتكون موجودة في ال NFA final. يعني لو في عندي ستيت معينة في ال NFA final هي بتكون في ال DFA final. تمام كده؟ تمام. قال لك هنا الكيو في الاف دي ميني كونتينز مور ذان ستيت، يعني في الفاينل ممكن يكون عندي اكتر من ستيت فاينل. ده معنى الكلام. قالوا هنا هو بيعيد وبيقول لي الستبس بقى. اول حاجه بيقول لك الدي اف اي ستارت ستيت از كيو 0، والكيو 0 دي هي الان اف اي ستارت. يعني انا ببدا الدي اف اي بتاعي زي لما احول من الان اف اي للدي اف اي، ببدا بالايه، بالستارت ستيت بتاع الان اف اي لكل نيو دي اف اي ستيت اللي دي. and for each a تنتمي للسيجما construct the following inter for the DFA table. ما علينا من الكلام اللي فوق ده، تعال نشوف ايه هنا. بيقول لك الالفا بتاع Q1 Q2 لحد Qn مع ال A هتساوي الالفا بتاع N Q1 و A اتحاد Q2 و A اتحاد Qn و A وهكذا. The DFA state is the final if one of its element is a NFA final. يعني اقول على ستيت فاينل لو واحده او لو واحده من الاليمنت في الان اف اي بتاعتي فاينل، او الستيت دي فاينل في الان اف اي. حلو. النظريات، بعض النظريات هنا بيقول لك لو الدي اف اي عندي كده اللي هو كيو وسيجما والفا دي والكيو 0 والاف دي is DFA constructed form من يعني تم بنائها من ال NFA اللي هو ده using subset construction algorithm باستخدام السبسيت construction الالجوريزم اللي احنا شرحناه من شويه. اذا ال بتاع الدي هو ال بتاع ال N. الثيوريم الثانيه اللانجوج accepted some DFA if and only if ان ال دي accepted some NFA. يعني اللانجوج اللي عندي دي هتكسبت بعض ال DFA لو اللانجوج دي accepted بعض ال NFA models. تمام. يقول لك convert NFA to DFA. حلو جدا. قلنا الستارت ستيت في الدي اف اي في ال NFA هي الدي اف اي. حلو جدا. طب اللي عرفني ده دي اف اي اهو طالع منه 2 للبي مثلا، وده ما ينفعش في الدي اف اي، والست دي مش طالع منها اي حاجه. فالاول اجيب الترانزيشن تيبل، اقول الستيت 0 اللي دي الستيت 0 دي لما بأثر عليها بايه بتروح لك مكانين ل1 و2. حلو جدا. طب لما اثر عليها بي مفيش اثر، بتروحش. طيب كده خلصنا؟ لا، الحاجه اللي بتظهر هنا انا باخد ستيت، ببدا بالستيت عشان اجيب عندي الدي اف اي، بقوم عامل الترانزيشن تيبل للان اف اي. تمام كده. واي حاجه تظهر لي في الجدول هنا كده، يعني مثلا بدات بالستارت هاخد الستارت بتاع الان اف اي هنا، واي حاجه تظهر جديده هنا بقوم منزلها هنا. زي مثلا الفاي هنا انا حطيتها، لا انزل فاي بس انزل بالترتيب. ال1 و2 ظهرت، لا ما ظهرتش، اروح اشوف بقى لما ال1 و2 ياثر عليهم واحد. طب اشوفها ازاي؟ اشوف لما الواحد تاثر عليه الاي اتحاد لما الاثنين تاثر عليها الاي، وهكذا في البي برضه. طب تعالى نشوف الواحد هنا لما تاثر عليه الاي، واحد تاثر عليه الاي، لا فاي قصدي، اثنين بتاثر عليها الاي، لا يبقى طلعت فاي عشان الاثنين اتحادهم فاي. طيب الواحد والاثنين على البي، الواحد لما اثر عليها البي بيبقى واحد، الواحد لما يأثر عليها البي الواحد لما أثر عليها البي هيبقى 1 و2. طب الاتنين لما أثر عليها البي فاي، يبقى اتحادهم ايه؟ 1 و2 زي ما احنا مكتوب من تحت. طب الفاي
الفاي اصلا فاي مفيش حاجه اصلا. تمام نكمل. قال لك هنا انت بتعمل ايه؟ تاخد السيتس دي اللي انا كونتها اصلا اهو، ده كده بقى الدي اف اي بتاعنا، بس بجيبه منين؟ من الان اف اي. طب ازاي تاني؟ باخد اول ستيت واثر عليها بالاي والبي، واللي يطلع في الاي والبي لو جديد اقوم منزله كايه كستيت عندي برضو، واطبق عليه اي وبي، بس كل ده بطبقه على الان اف اي. بعد ما الجدول اللي يطلع اروح اعمله كايه كدي اف اي بقى، ارسم كل الستيتس بتاعتي والتاثير بتاعي. يعني هنا الزيرو بيروح لما اثر عليه باي يروح ل 1 و 2. 1 و 2 اصلا ستيت عندي كام؟ فالاي. ولما البي بيروح لفار هيروح لفار. طيب ال 1 و 2 لما الاي بيروح لفار اصلا البي بيروح لفار. طيب لما البي بيبقى 1 و 2 بيروح لنفسه. حلو. الفاي لما اثر عليها اي وبي بتروح لنفسها. ده الدي اف اي بتاعنا. تمام. طيب هنا هنعمل ايه؟ قال لك انا عايزين نعمله من ان اف اي لدي اف اي. طيب ازاي؟ قال لك هنجيب الترانزيشن تيبل. ازاي اجيب ايه؟ اخد اول اسمه ايه دوت، مثلا سيدنا محمد، اول ستارت ستيت واطبق عليها ايه؟ الزيرو وال1. معلش دي غلط. اخد اول ستيت واطبق عليها الزيرو وال1. حلو. يلا بينا. خدنا اول ستيت طبقنا عليها الزيرو وال1. الزيرو وال1. تعال نشوف كيو 0 لما طبقنا عليها ايه؟ الزيرو راحت لنفسها والكيو 1، يبقى اكتب كيو 0 كيو 1. ولما طبقت على الواحد راح للكيو 1. حلو جدا. حلو زي ما احنا ايه شفنا في السلايد اللي فات اهو. طيب دول موجودين هنا؟ لا، انزل كيو 1. حلو. جبت كيو 1 صرت عليها بالزيرو زي ما نطلع على الرسمه. كيو 1 لما صرت عليها بالزيرو راحت لكيو 2. حلو قوي. كيو 2 ظهرت تاني انزلها. دي كده هنزلها. دي ما تقوليش ان انا نسيتها، لا انا برتب بس ايه واحده الاول اللي هي تبقى عنصر واحد، بعد كده 2 اليمنتس، بعد كده 3 اليمنتس وهكذا. تمام. بعدها نحط ايه؟ تراك كيو 2. طب لما كيو 2 اثر عليها الواحد برضه راحت لنفسها. حلو. هنا اهو لما كيو 2 اثر عليها الواحد كيو 2 كيو 1 معلش اثر عليها الواحد راحت كيو 2. كيو 2 لما اثر عليها الزيرو، تعال نشوف كيو 2. كيو 2 لما اثر عليها الزيرو فاي اثر عليها الواحد راحت لنفسها بقى كيو 0. كيو 2 لما اثر عليها الزيرو بقت بفاي، لما اثر عليها الواحد راحت لكيو 1. حلو. ناخد بقى الزيرو كيو 1 عشان نسيناها. هنعمل فيها ايه؟ لما نشوف هنأثر عليها الزيرو واحد هتعمل ايه وبس. ايه طب تقول لي ازاي دول الاثنين؟ هقول لك الاثنين اللي تحت بعض عادي. لما كيو 0 يأثر عليها الزيرو تروح فين؟ كيو 0 كيو 1. حلو. طب لما كيو 1 أثر عليها الزيرو تروح لكيو 2. يبقى كده طلع عندنا كيو 0 وكيو 1 وكيو 2 اهو. كيو 0 وكيو 1 وكيو 2. كيو 1 برضه هطلع انفذ كل ده. اي حاجه بتظهر جديده هنا بنزلها هنا. ظهر كيو 1 وكيو 2 او منزلها. حلو. طيب ظهر جبت دول فظهرت دول، لا ده طلعوا قبل كده. انزل دي بقى عشان اعملها هنا. ده وده مش دول ظهر قبل كده وعملته وده ظهر قبل كده وانا لسه عامله تمام. طب الفاي نزلنا ننزل الفاي تحت، نعمل الفاي كده. خلصنا. نرسم رسمتنا عادي في الدي اف اي باي طريقه، مش شرط الشكل ده، اي شكل انت ايه تحبه. تمام. طيب المثال التالي بيقول لك construct DFA and NFA for recognized language L that consists of all strings over the contains A1 in third position from the end. يعني بيقول لك عايز يعمل لغه او NFA و DFA اللغه ايه بتحتوي على رقم واحد او رقم 1 يعني من لما تعد في البوزيشن الثالث من الاخر. يعني ايه؟ يعني لو عندي اي سترينج مثلا كده الواحد يبقى في الثيرد بوزيشن اللي هو هنا، يبقى ده ما ينفعش، ده مش معانا كده. تمام. واحد يبقى عندي في الثيرد بوزيشن من الاخر. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قال لك هنا اللغه دي يا اما كذا هتبقى كده، بحيث ان الاكس دي الدبليو 1 اكس، بحيث ان الدبليو السيجما عادي والاكس لل1 و0 2. ليه؟ عشان يجي بعدها اي 2 اي رقمين اللي هم 0 1 او 1 1 او ايا كان هم ايه، والواحد ده يكون السرد من الايه من الاند. حلو. يا اما نقول دبليو اكس بحيث ان دبليو السيجما ستار والاكس والواي دي ينتموا ل0 وال1. حلو. عشان الاثنين كل واحد فيهم ياخد ايه، يا اما 0 يا اما 1. حلو. يا اما الاثنين 1 يا اما الاثنين 0، فالواحد برضه يبقى
الثيرد بوزيشن من الاخر. هنا ايه عمل السيجما الماشين اللي قدامكم دي مثلا اسهلها لو مشينا هنا 1 0 مثلا 0 اهي 1 0 0 مثلا او 1 0 1 2 3 اهو الواحد ايه الثيرد بوزيشن من الايه من الان. طيب مثلا 1 1 1 برضه 1 2 3 في ثيرد بوزيشن. تقول لي ما في 1 1 اقول لك ماليش دعوه انا عايز اهم حاجه الثيرد بوزيشن من الان يبقى في 1. تمام تمام. طب دي ليه الان فين؟ حلو حلو. ليه هتقول لك ما هو طالع 1 1 هنا ودي مالهاش هنا دي اللي طالع منها بس دي مش طالع منها ايه اسهم. تمام تمام. فده ان فيه. تمام تمام. الان فيه اهو اللي بيركنايز المفعول. طيب نعمل ازاي دي اف ايه؟ نعمله بنفس الطريقه. ايه هي نفس الطريقه؟ قال لك انا هي نفس الطريقه. جيب الايه ستارت ايه ستيت مثلا عليها 0 1 حلو والحاجات اللي تظهر جديده اقوم واخدها ايه كستيتس واثر عليها ب 0 1 وهكذا لحد ما اخلص خالص ويطلع عندي الشكل الجميل ده اهو. وهنا عامل لك ايه زي ما قلنا بعد كل ستيت كيو 0 اثر على 0 راح لنفسها. طب 1 تروح لكيو 0 نفسها وكيو 1 وهكذا. كل ستيت 0 1 طلعت انزلها تحت اللي يطلع جديد انزله في الستيتس واعمله الى ان اصل لنهايه الايه الترانزيشن تيبل بتاعي في الاخر اطبقه كدي اف اي. الابلكيشن بقى اللي عندنا يعني مثلا حاجه زي التكست سيرش اللي هي البحث عن كلمه او تكست معين. finding string in text يعني given مثلا set of words find all documents that contain one of all these words. يعني مثلا بوجد كل الدوكيومنتس او المستندات عندي اللي بتحتوي على واحد او اكتر من الكلمات دي. لو عايز ابحث عن شويه كلمات وانا معايا مثلا قاموس او مستند ما فانا بخش ابحث في المستند ده عن بعض الكلمات اللي انا عايزها مثلا يعني مثلا وليكن في محاضره ما دخلت عملت بحث في البي دي اف بتاعي عن كلمه مثلا ابلكيشن دي فقام مطلع لي السلايد دي على طول ايه على طول يعني او عايز ابحث عن موضوع تاني وهكذا نفس الكونسيبت. نفس فكرة السيرش انجن is a popular example of this process. يعني حركة البحث يعني اشهر مثال على الكلام ده. لو عايز تبحث عن ايا كان ايه تكتب شوية الكلام وبيبحث من المعلومات اللي عنده في الداتابيز ايا كان بقى او السيرفر بتاع جوجل يعني محرك البحث ايا كان هو ايه. السيرش انجن بيستخدم particular technology called inverted index where for each word appearing of web there are 100 different words at least of a place where that a word occurs installed. يعني ايه السيرش انجن بيستخدم تكنيك معين هو الانفيرتد اندكس. معنى ايه الانفيرتد اندكس؟ دقيقة واحد. وهنا بيقول لك بيستخدم تقنية الانفيرت اندكس الفهرس المعكوسة لان المحركات البحث بتاعتنا مش بتمسك صفحة ويب وتبحث فيها انت عايز ايه مثلا، لا هي مخزنة في مستند ما في السيرفر بتاعها ان كان بقى قائمة فيها كل الكلمات. يعني الكلمات دي تبع كذا الكلمات دي خاصة بكذا والبحث ده لما حد يبحث عنه يروح كذا وهكذا. فاهمين؟ تمام. عشان بقول لك في اكتر من حوالي مليار كلمة مختلفة محطوطة في لستة ومتخزنة عندهم. تمام تمام. مثال هنا على التكست سيرش برضو وعايز يعمل هنا ايه عايز تضاين ان في ايه recognize occurrence of word web و باي. حلو حلو. عملنا هنا ايه ان في ايه بدأنا بأول ستيت ودي البداية بس كان أول حرف هناخد من السيجما اللي الحروف الإنجليزي بتاعتنا خدت دبل. طيب دبل وبعدها ايه بعدها بي وصل للفاينل لو دي ويب. حلو. طب لو الاي بقى وجا بعدها بي من الليست دي بعدها طب ايه انت الليست دي بعدها واي كده وصل للفاينل. حلو حلو جدا. التكست of document is fed one character at a time to this NFA which then recognize occurrence of the keyword in this text. يعني الدوكيمنت بتاعنا بيعطينا كاركتر كل تايم اللي احنا بنعمل منه ريكوجنايز للكرنس بتاع الكلمه اللي احنا بنبحث عنها. دي اف اي
to recognize set of a keyword. ده ال NFA بتاع كنا لسه مستخدمه، ده تكملة ال DFA بتاعه. حلو، شوية لعبكة كده ولخبطة. تمام. خش على الإبسلون NFA. non deterministic finite automaton with الإبسلون transaction. يعني هي NFA بس تحط لها إبسلون زي ما بقول. we can all state to state transition on a epsilon input. يعني انت تروح مثلا من Q1 Q2 بالإبسلون. حلو لو ما انتقلتش بحاجة يعني. These transactions are done without looking at the input string. ما بنظرش يعني إبسلون فاضي ما فيش حاجة. This new capability doesn't not expand the class of language that can be accepted by FA. الكابابيلتي دي مش هتوسع يعني الكلاسات اللي هتتم الاكسبت بيها او موافقة عليها بالاف اي. but it does give us some added programming convenience. يعني ايه بقى programming convenience؟ ثانية يا احمد. نرجع تاني. بتدينا سهولة في البرمجة بتاعتنا، يعني احنا نعرف نتعامل مع النموذج بتاعنا بكل سهولة. بيتكون من ايه؟ برضه هو نفس اللي احنا خدناه قبل كده، الكيو والسيجما والالفا دي والكيو نود والاف. الكيو فاينايت سيت اوف ستيتس، السيجما انبوت الفابت، الكيو تنتمي الكيو نود تنتمي الكيو بتاعت اللي هي الانيشال ستيت، الاف سبست اوف كيو سيت اوف فاينل ستيتس، ودي بقى الالفا بتاعتنا. هتختلف شويه، انا بس نرفع شويه عشان تشوفها. الالفا بتاعتنا هي كيو في سيجما، بس سيجما اتحاد الابسلون. حلو، ادينا ايه 2 باور سيت اوف كيو. قارنت بقى ما بين الدي اف اي والان اف اي والابسلون، مش عارفه مين دي، ان اف اي برضو كلهم ليهم نفس الحاجه يعني ما معاك، بس الالفا بيختلفوا فيها عشان هي كده بلون احمر. عندهم كيو اللي هي فاينل سيت اوف ستيتس، انبوت برضو مش عذرا عن المقاطعه. السيجما انبوت الفابت، الكيو نود تنتمي الكيو ذا انيشال ستيت، الاف سبست من كيو از ذا سيت اوف اي فاينل ستيت. دي في ايه هنا دي الالفا بتاعتها، الكيو في سيجما تدينا كيو، الالفا بتاعت الان في اي كيو في سيجما تدينا باور سيت اوف كيو، الان في اي كيو في سيجما اتحاد السيجما اتحاد الابسلون تدينا ايه باور سيت اوف كيو. يلا بينا ناخد مثال. مثلا هنا عندك هنا ايه بدأ هنا عندك بالست زيرو، ست زيرو لو اديتها بي تروح للايه، استنى بس نرفع سنة عشان مش شايفين. اديتها بي تروح للكيو 1، طب اديتها ابسلون تروح لكيو 2، مفيش ايه عندنا هنا مش حاطين ايه. طب الكيو 2 لو اديتها ايه تروح لكيو 0، لو بس كده كيو 1 لو اديتها ايه تروح لنفسها، ولو اديتها ايه وبي تروح برضه لايه لكيو 2. نعمل الترانزيشن تيبل زي الشطار اهو زي ما قدامنا زي ما احنا ايه عارفين. حلو الترانزيشن تيبل عادي جدا الرسمه اللي قدامنا. حلوين. مثال تاني، لو هنا هو مثلا في المثال اللي فات ده ممكن يكون مدينا ترانزيشن تيبل وعايز مثلا الرسم، او مدينا الرسم وعايز ترانزيشن تيبل، فالاثنين زي ايه سهلين يعني ان شاء الله. طيب السيجما او الابسلون ان اف اي that accepted decimal number consists of an optional sign يا اما الماينس يا اما البلس، a string of digits معاملة digits، decimal point العلامة العشرية دي، another string of digits تانية يعني مثلا زي 1.5 مثلا. other of these strings of digits or string 2 can be empty but at least one of string of digit must be non-empty. يعني ايه هنا بيقول لك، انا بس ايه نرفع سيكا كده لك هنا either this string digit on the string 2 can be empty. يعني ايه either string digit يعني من السترنجات اللي فيها digits or string 2 can be empty ممكن يكون be empty بس من ناحية العلامة العشرية يبقى صحيح بس but at least one of two strings digits must be non-empty. يعني انا هقول لك يعني مثلا عملنا رقم زي كده الماشين دي تقبل، عملنا رقم زي كده الماشين برضو دي تقبل. حلو تعال نشوف 5 يتقبل ولا ما يتقبلش. تعال نشوف يلا بينا. موجب يمشي مثلا موجب اهو، 1 خدنا 1 حلو. دي دوت لا مش هنمشي في الدوت بقى ما عنديش عايزين دوت لسه 1 اصلا، خدنا الواحد التاني من هنا يبقى 1 1 كده في دوت
في دوت. طب ما انت اصلا قبل ما تعمل هنا ممكن تاخد واحد وواحد وتمشي هنا 5. حلو، تاخد دوت وابسلون يبقى 1 5 دوت ومفيش حاجة. حلو اللي هو ده. او مثلا اللي هو التاني احنا قلنا عليه بقى مش كده 1 1 4 علامة 9 5 برضه موجب ابسلون، خدنا 1. حلو، خدت واحد تاني 1 حلو وخدنا هنا 4 وهنا الدوت و9 و5 برضه مشينا كده. تمام. مثال اخير او مثال الله اعلم اخير ولا لا. بيقول لك ريكوجنايز هنا كلمه ويب وكلمه اي باي. الاستراتيجي بتاع البيلت بتاع الابسلون ان اف اي شو فولوينج فيجر. نبدا بالاول بكلمه الستارت بتاعنا كلمه ويب دبليو ثم الاي ثم البي كده وصلنا الفاينل. بالاوبي اي ثم البي ثم الاي ثم الواي كده ايه تاني. نقوم دامجين الاثنين عندنا بالابسلون. خد هنا انت اخترت مثلا حرف وليكن دبليو مثلا، روح ماشي هنا بالسيجما، لا وليكن ايا كان هو ايه، هو سيجما كده دبليو اي بي وصلنا للنهايه. طيب هنا سيجما بدايه ممكن تاخد راح واخد سيجما على طول ما تاخدش حروف بقى، تمشي اي بي اي واي وتروح بس للفاينل برضه. طيب recognizing a string using NFA is less efficient than using a DFA. عشان اعمل recognizing السترينج باستخدام ال NFA مش efficient او مش دقيق قوي زي ال DFA. يوجد 3 اسباب لهذه العدم ان efficient او ان efficient تكون اقل. ليه بقى؟ اول حاجه enhance of many next state. For given state an input symbol if for selecting one of them if the string not accept we want to reject until we test all other texts which are called key backing track. The existence of many epsilon transaction also leads to tracking back. الجزئيه دي ان في هنا ابسلون كتير فتبقى لها ترانزاكشنز كتير على الفاضي. تمام. اما الجزئيه الاولى دي بقى انا والله انا كنت فهمتها بس مش عارف ايه اللي حصل، نسيتها تاني ولا ايه. فدقيقة واحدة لكم معنا كده. نرجع تاني. النقطة الأولى اللي بيقول لك في حالات تالية متعددة اللي هي الانستنس اوف ميني ترانزاكشن بتاع الانتقالات الكتيرة بتاع الابسلون. تنتقل ما بين حالات من غير ما يكونش معاها مثلا انبوت سيمبل، فده بيكتر عندي ايه الانتقالات وتعديد المسارات بتاعتي. تمام. جزئية بقى اكستنس اوف ميني نيكست ستيتس. حلو، لما اتواجد في حالة معينة واستقبل رمز مدخل، يعني مثلا لو يكون في ستيت معينة خدت رمز معين ايه مثلا، ممكن يكون في مسار اكتر تاني بس ايه انا دخلت المسار ده فانا لازم ارجع من الاول. يعني مثلا دخلت على ستيت من ستيت لستيت ووصلت لستيت انها مش فاين في سترينج ما، خلينا نرجع تاني من الاول عيد عايز اشوف مسار تاني متاح. تمام. الكلوجر اوف ستيتس يعني epsilon close of Q set state you can reach from Q following only arc followed by epsilon. يعني اي ستيت بتتحرك بيها او بتاخد رمز epsilon او بتوصل لحاجه فيها epsilon زي مثلا الابسلون اي حاجه epsilon نفسها. تمام مش ابسلون كلوزد من نفسها، يعني كلوجر من نفسها. ابسلون ايه الاي دي بي وسي ودي واي. ليه بقى الاي من نفسها ماشي، وقلنا البي عشان بتروح لابسلون، الاف عشان بتروح لابسلون. طب دي اخترناها ليه؟ عشان بتروح لبي والبي بتروح لابسلون، انا البي بتروح لها بابسلون برضه. كلوجر ستيت اوف ستيت اس از يونيون اوف كلوجر اوف اتش ستيت ان اس. يعني ايه؟ كلوجر بتاع اي ستيت من الاس بتاعتي هو اتحاد الكلوجر بتاع كل ستيت في الاس. تمام. اللانجوج اوف ان epsilon NFA. language of NFA is set of all strings W that such as
alpha 0 w contain a final state. The language of NFA epsilon NFA لو الام عندي كده تساوي ال ام دبليو، بحيث ال دبليو تقدم السيجما ستار، السيجما دي تقاطع الاف ما بيساويش فاي، يعني في فاينل ستيت. find language description، هو طبعا السؤال محلول، بس هنا ايه يعني مثلا لو عملنا ايه اقل حاجه الابسلون شغال طيب الاي تيجي ازاي مثلا؟ ابسلون ايه ابسلون ايه ابسلون ايه مثلا تعملها تاني ازاي؟ زي مثلا حاجه كده مثلا ممكن تعملها بي اي 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 وهكذا. دي اللانجوج بتاعتي. the transition table of an epsilon NFA، يعني ده مثال من الأمثلة اللي عندي، مثلا ال E وال E وال B دي الستيتس بتاعتي وكل التطبيق بتاعهم على epsilon بتاعتي. في الترانزيشن تيبل للإبسلون NFA لازم أن يكون فيه عمود لتأثير الإبسلون على كل ستيت عندي. تمام كل كده. نوت هنا بيقول لك there is an non-empty colon labeled epsilon in a transition table، يعني مفيش non-empty، لا كلهم على الأقل في ستيت أو تو ستيتس، بس مش كله empty. تمام بالنسبة ل epsilon. transforming epsilon into DFA epsilon NFA to DFA، أنا عايز أحول من epsilon NFA ل DFA. الانبوت بتاعي يبقى epsilon NFA والترانزيشنز بتاع ال NFA، والاوتبوت بتاعي يبقى DFA over transition function that accept the same language as the NFA. تمام. الستبس قال لك اول حاجه DFA start is a epsilon closure where is the NFA start state. حلو الكلوجر بتاع الاس، بحيث ان الاس دي الستارت ستيت بتاع ال NFA. كل نيو ستيت DFA and for each A construct the following enter a table. بالنسبة للألفا اس مثلا 1 ولحد ان و A تساوي الكلوجر بتاع السيجما لألفا اس 1 و A اتحاد كلوجر ابسلون كلوجر اف 1 اسمها ايه الفا 1 الفا ان اس او 2 A وهكذا لحد ايه الفا ان اس ان و A. ادي if A state is final if an one of its element is an final state in DFA، يعني الحالة لو عندي final state في ال DFA لازم تكون في element final في ال NFA. طب تعالى معلش نروح للعمل عشان مبحبش الكلام اللي كتير ده. هنا هو بيعمل ايه؟ هو عندي هنا ده الترانزيشن تيبل. تمام جدا. يعمل ايه؟ هو بياخد الستيتس بتاعتي، شوف الكلوجر اس بيرسم الرسمه وايه، وشوف الكلوجر للزيرو وال1 وال2 يروح كاتبها. حلو جدا. بعدها هعمل ايه؟ واخد الستيتس اللي طالعه دي. تمام. وروح ايه بادي بيها هنا، مؤثر عليها بالاي والبي في رسمه الابسلون ان في اللي احنا رسمناها. تمام. وبعدها اجيب الناتج واروح راسم بيها الدي اف بتاعي. تمام. يعني هنا الزيرو والوان لما اثر عليها بايه راح ل 1 و 2. دي 1 و 2، لا دي واحده يا شباب معلش، دقيقه واحده لقد نسيت الفكره، دقيقه واحده معلش. هنرسم الديف اللي قدامنا ده 0 وادي 2 وادي 1. حلو. الزيرو لما اثر عليها ايه بفاي، حلو قوي مش هخرج منها حاجه. لما اثر عليها بي الزيرو هات له 1 و 2، ادي بي ودي بي. حلو كده. الابسلون راحت لواحد وايه في ابسلون فله. خلصنا الزيرو. ال1 لما تأثر عليها بواحد راحت ل2، ال1 لما تأثر عليها بواحد راحت ل2، لما تأثر عليها بA معلش. طب فاي بي وسيجما. حلو قوي. ال2 لما تأثر عليها ناخد لون تاني
عشان برضه نكون ايه فاهمين الدنيا رايحة جاية هنا. ال2 لما تأثر عليها ب A4 B راحت ل2، يعني راحت لنفسها لما تأثر عليها ب B، وسيجما راحت لواحد لما تأثر عليها بسيجما. حلو أوي. هو راح واخد الزيرو، ايه العلاقة بسيجما؟ 1 و2 أو 0 و1. حلو حلو. ليه؟ عشان الزيرو سبس كلوجر بتاع سبست من نفسها، والواحد عشان رحنا بس ابسلون ليها. طب الواحد هل في حاجة ابسلون منه؟ الواحد بس، مفيش حاجة رايحة له ولا جاية، قصدي طالعة منه. حلو. طب الاتنين يروح هو سيجما ونفسه واحد. ليه؟ ليه نقول واحد؟ عشان ابسلون دي بس. حلو حلو الكلام. فهمنا دي فهمنا دي. حلو جدا. خدنا اللوكشة دي بقى. وخدنا ايه؟ الزيرو والوان اللي هنا، والوان وتو اللي هنا. حلو قوي. حلو جدا. عملنا احنا ايه بقى؟ ادي نرجع لرسمتنا معلش تاني. ادي زيرو وادي 1، كان في هنا حاجة بي، وهنا بي ايه ابسلون، كان في هنا 2، كان في هنا ايه، وهنا ابسلون راجعة، وهنا بي، وهنا بي. قشطة. قشطة. خدنا الزيرو والوان متأثر عليها واحد. زيرو 1 متأثر عليها بي، ايه قصدي حلتو. طيب الاي حلتو فقط. بص يا شباب معلش الجزئية دي انا مش فاهمها اوي، ممكن ابقى انزلها ملحقة بالجزء بعد كده. تمام. هو هنا برضو في المثال ده ان ممكن افهمها شويه من المثال ده. ان هنا هو طبق الان ابسلون بتاعتي اهي، خد منها الترانزيشن تيبل اللي هو بي كيو ار اللي هو ده، وشاف الابسلون بتاع كل واحده فيها الابسلون كلوجر، وبدا بيها الدي اف اي بتاعي. الدي اف اي بتاعي اللي هو ده. حلو. اللي هو الكلوجر بتاع الستيتس بتاع الابسلون ان اف اي، وبدأ بيها هنا وعمل البي مع الاي فطلع البي، طبعا اعتمادا على ان في اللي قبله، وطلع الناتج. تمام. ده في حد مع نفتي الى الان. حد مش عارف حاجه او كده ممكن يبعت بقى على في التعليقات يعني، او يسرش عليه، وانا تحت امرك يعني. اشوفك في فيديو جديد. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشاركه مع اصحابك. ان شاء الله في ملخص بتاع المحاضره دي هيكون في الديسكريبشن في قناه واتساب يعني، نبعت عليها درايف ان شاء الله بيبقى عليه المحاضره دي محاضره الدكتور والملخص بتاعها. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.